السلام عليكم. تعالوا النهارده نصور خيبتنا مع بعض. في البدايه كده جبنا بار شوكولاته، بدات كده اخد نصه وقطعته بالسكينه زي ما انتوا شايفين كده. طيب يا جماعه، هو ليه في ترندات كتيره طالعه اعملوا الايس كريم بشوكولاته وحطوا في الكوبايات وناجح و100%؟ طيب لو في الغلطه من عندي انا قولوا لي، يمكن انا اكون غلطانه. طيب جبنا الشوكولاته وقطعناها كويس بالشكل ده. طيب حطيناها على حمام مائي لمده حوالي 5 دقايق لحد ما ساحت. بعد ما تسيح يعني بشيلها على طول من غير اي زيت من غير اي حاجه. جبت كده الكوبايات وجبت فرشه سيليكون عشان ادهن الكوبايات كويس، تبقى كلها متبطنه كويس بالشوكولاته. تمام. حطينا كده الشوكولاته، هندهنها كويس جدا، بس هوسع لكم الكادر شويه. طيب لازم كل حاجه تبقى واضحه علشان ايه ما تجوش تقولوا انا السبب. ايوه المهم يعني ظبطناها بالشكل دوت. خلصنا الكميه، عملت كميه ضخمه بقى وقلت يلا بقى ان شاء الله ما حد حوش. جبنا كانتالوبايه، بدأنا كده نشيل الاطراف بتاعتها، غسلناها في البدايه كويس جدا وبدأنا نقشرها كويس. طيب قشرناها تمام، شلنا كل الطبقه اللي هي الناشفه والخضره دي واتأكدنا ان هي ناشفه تماما. ممكن تعملي الايس كريم على فكره بكنتالوب، بالبطيخ، اي فاكهه فيها نسبه ميه تقدري تعملي بيها الايس كريم دوت. هو بعيدا عن الفشل اللي هيحصل في النهايه، بس هو الايس كريم دوت انا عملته بصراحه قبل كده وكان تحفه من غير اي حاجه بقى ولا فزلكه ولا الكلام ده كله، كان ناجح. طيب عملنا ايه؟ هنشيل البذر دوت. يا جماعه اكتر حاجه رضتني في الفيديو دوت بصراحه. هقول لكم هنعمل ايه في الاخر بيه علشان بعد كده محدش يرميه، يعني احنا بنرميه والكلام ده كله، لا ما ترموهوش، اصلا الفايده كلها في البذر ده. تمام، هنشيله وهنحطه على جنب كده وهنرجع نستخدمه، هقول لكم هنعمل بايه، حاجه خطيره جدا جدا. طيب خدنا الكنتالوب وبدأت كده اقطعهم. انا خدت النصين بس هقطعهم، لكن انا هاخد نص واحد بس. تمام، عشان ينجح معاك الايس كريم بالمقادير اللي انا هقولك عليها دي لازم تاخدي نص بس. طيب خدنا النص وحطيناه في الخلاط ونزلت عليه بكوبايه من الكريم شانتيه، وكمان حطيت عليه كوبايه الا ربع من السكر البودر ظرف فانيليا، وهبدا دلوقتي احطهم في الخلاط. مش هتحطي ميه يا شيف اسماء؟ لا مش هنحط ميه. طيب مش هنحط ميه، طب هيتضرب ازاي؟ لا هياخد مننا شويه وقت، ولكن هيطلع معانا ايس كريم بصراحه من الاخر. ولا تقولي لي بقى بودره ايس كريم، ولا تقولي ميه ولا لبن ولا الكلام ده كله، او عملناه من غير ميه ولا لبن وهيطلع تحفه. تمام، بس اتبعي الكميه اللي انا حطيتها. شوفوا شكله هو بيتضرب كده خطير. وكمان عايزه اقولك ان هو هيبقى طعمه كريمي جدا، يعني الكنتالوب كده يبقى مش محبب ولا الكلام ده كله، لا هيبقى ناعم وكريمي جدا. خلصنا الكميه كلها، ضربناها والحجم تضاعف زي ما انتوا شايفين. هنعمل ايه؟ هنجيب بقى كوبايه الشوكولاته الحلوه دي وهبدا اصب فيها الايس كريم بتاعنا بالشكل ده. هنملى الكوبايات للاخر لحد الشوكولاته اللي احنا حاطينها دي. يا جماعه والله انا مش عارفه هو العيب في ايه، يمكن العيب فيا انا معرفش، يمكن عملته غلط ولا حاجه، بس هو عامه محدش بيصور خيبته، لكن انا حبيت اصورها كده علشان اقول لكم مش اي حاجه نقلدها. المهم حطينا كده معالق ومظبطه الشغل والله، وكان معمول بكميه سعاده يعني ما تتوصفش. خلصناها، هاخدها بقى احطها في الفريزر لمدة 5 ساعات. في الوقت دوت بقى جبنا البذر اللي احنا اتفقنا عليه، حطيته في الخلاط، عليه معلقتين من السكر، عليه نص كوباية من المية، كان في عندي 4 بسكوتات حطيتهم وبدأت اضربهم. بصوا هو لما بنيجي نعمل ايس كريم عصير الكنتالوب بيبدأ كده يفصل المية من تحت والكنتالوب من فوق. لا انا عايزه اقول لكم دوت سيبيه يوم كامل مش هيفصل، وخلاف كمان طعمه غني جدا وطعمه حلو جدا. تمام، نرجع بقى للمعاناة بتاعتنا. كده بدأت أخرجه بقى من الكوباية وأقول يمكن في حاجة غلط، يمكن يعني كانت الصدمة، يعني يمكن في حاجة غلط. مفيش، هو كده، هو خلاص دماغه ثبتت على كده مش عايز يتفك من الكوباية. يلا مش مشكلة، طلعت الايس كريم وحطيت عليه الشوكولاتة والله واتاكل. هو هيترمي يعني؟ مفيش حاجة عندنا بتترمي. المهم يعني في اخر الفيديو واخر الصدمه اللي انا صدمتها دي، احب اقول لكم مش اي حاجه نشوفها نقلدها، لازم نتاكد الاول او نعمل كميه قليله. هو عامه يعني اتاكل وكان جميل. الايس كريم عايزه اقول لكم الايس كريم تحفه، وانا كنت بعمله بالطريقه دي قبل كده وعملته كان ناجح 100%. جربوا الايس كريم. تمام، شكرا وسلام.